السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عن القناة بتاعتنا. وتنوري القناة بتاعتنا وكبري عيلتنا وكبري اخواتي ولو انتي اول مرة تشوفيني، خشي خديلك لفة في القناة كده، شوفيلك شوية فيديوهات حلوة. بنقدم في القناة شوية فيديوهات مرغية ومشجعة وتوفير يعني شوية حاجات كده، وأكلات وترويقات وشوية مواعين حلوة تشجعك، وشوية غسيل حمام على غسيل هدوم، والحاجات الحلوة اللي احنا بنقوم وننام فيها 24 ساعة دي. المهم، ده فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، ويومكم حلو زيكم يا رب ان شاء الله. بدأنا يومنا بان احنا قمنا شطفنا وصلينا وتوضينا وكل الحاجات الحلوة دي. ورحت داخله قلت احط دورة غسيل على طول، يعني انا بصي حتى زي ما انا بالروب صليت وانا لابسه الروب وكل حاجه، كنت لسه مبردانه بقى وقايمين من تحت البطانيه. انتوا عارفين الواحد بيقوم اصلا، يعني فكره ان انتي اصلا تعرفي تقومي من تحت البطانيه في الجو ده، الموضوع يعني ربنا يعيننا يعني ويدينا الصحه. الجو بجد يا ولاد صعب جدا جدا جدا، ويعني مش عارفه الواحد، يعني في حاجه مش طبيعيه، جو ساقع بجد قوي. المهم، فرحت قمت وحطيت دورة غسيل وتشجعت كده شوية، قلت يلا تخلص بقى دورة الغسيل وبعديها اخش بقى اشوف المطبخ، اغسل حبة المواعين بتاعت العشاء. واعمل بقى فطار وكده وافطر. حلو، خليكم معايا بقى في احداث اليوم عشان اليوم ده فيه حاجات غير متوقعة تماما. المهم، دخلت زي ما انتوا شايفين كده، وقفت على الحوض ورحت مطلعه الكوبايات على جنب لوحدها، زي ما انا بحب اغسل في الاول الكوبايات. طالما انا هحط صابون جديد وميه جديده وكده، اطلع لفت المواعين، لفت الكوبايات، زي ما انتوا عارفين ان انا عامله ليه في الكوبايات لوحدها. بس فاروح غاسله الكوبايات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. طبعا وقفنا على الحوض، احب اذكركم واذكر نفسي بالاستغفار الدائم والصلاه على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. تمام. من كل هم وضيق يا رب، ربنا يبعد عننا كل حاجه وحشه. انا هصور لكم في فيديو من الفيديوهات الجايه كده المكان اللي انا عارفين اللي بقى طالع دلوقتي جديد قوي، المغناطيس اللي فيه اذكار الصباح والمساء على حط على التلاجة. تمام. معلش بقى على صوت النوتيفيكيشنز دي بتاعت التليفون، فغصب عني وانا بسجل بتظهر يعني. تمام. المهم المغناطيس ده هبقى اصورها لكم على بعض ان شاء الله واوريها لكم، بس اكيد انتوا كلكم حضراتكم عارفينها، يعني اللي هي بتبقى مكتوب فيها اذكار الصباح والمساء، واذكار بقى فرديه والمعوذتين وقل هو الله احد وايه الكرسي. كل الحاجات دي بتبقى محطوطه كده في كارت كبير، متوزعه بقى في مغناطيسات صغيره، كل مغناطيس مختص بحاجه مختلفه. فانا لازقاهم في جنب التلاجة، ان انا الحوض عندي في جنب التلاجة، في الجنب بتاع التلاجة نفسه، مش في وش التلاجة. فانا حطاهم في جنب التلاجة ليه بقى؟ عشان خاطر اللهم صل على النبي، وانا واقفة على الحوض ابقى شايفاهم الصبح، فاقول اذكار الصباح والمساء. ولو انا واقفة على الحوض بعد المغرب او على العشاء ولا كده، بقعد برضه اقول اذكار الصباح والمساء وانا واقفة ايه بغسل المواعين. فبحس ان هي يعني بمعنى اصح ان هي بتخليكي تنجزي، ما بتحسيش بكميه المواعين اللي بتغسليها مهما كانت ايه هي، فعليا ما بحسش بيها خالص. الفكره كلها في ان انا بس ببقى بنجز، باخد حسنات. ما بنساش اذكار الصباح والمساء، خلاص بتذكرني فيها فعلا. يعني احنا اغلبيه وقتنا كاي ست مصريه فينا 90% من يومنا بيبقى في المطبخ، يعني ده بجد والله العظيم. يعني انت لو عملتي سندوتشات جبنه وكوبايات شاي بلبن بقى عندك مواعين، فبتقفي على الحوض لا يقل عن 10 دقايق.
مجرد ما تغسلي الكوبايات وتغسلي الكام طبق اللي عملتي فيهم والحاجه، تقفي لك 10 دقايق ربع ساعه، ده اقل حاجه بنقفها على الحوض. فال10 دقايق ربع ساعه دي بتقولي فيهم الاذكار اساسا، فاهمه قصدي ايه؟ بس. وفيها بقى اذكار فرديه، يعني غير الاذكار بتاعه الصباح والمساء، في اذكار فرديه دي تلاقي الله اكبر لوحدها، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله. الحاجات دي بتبقى اذكار فرديه تلاقيها كده في مغناطيسات صغيره لوحدها. طب حتى لو انت خلصتي اذكار الصباح والمساء والمواعين لسه ما خلصتش، بتقعدي بقى تاخدي ذكر استغفر الله، بتفكري بحاجات تقوليها. فاهمين قصدي؟ فبصراحه لا يعني لو وقعت قدامك في اي وقت والله ومش غاليه، يعني كانت بحاجه و30 تقريبا او ب40 جنيه، وكبيره والله ما شاء الله يعني حلوه. ولو حتى ب50 ولو ب100، تجاره مع ربنا، تجري. يعني انت بتجري ان انت تجيبي حاجه تذكرك بذكر ربنا. فلو بكام ومقدرتك تجيبيها هاتيها، ما تبخليش، ما تأجليهاش. يعني لو عايزه تجيبي مثلا فرضا مج نفسك فيه ب40 30 جنيه ب50 جنيه، هتقولي بايه المشكله ما انا اجيب مج اشرب فيه وابقى فرحانه بيه ويريحني نفسيتي. حلو، من حقك طبعا، وانا معاكي قلبا وقالبا ان انا شخصيا ببقى حابه كده. التغيير في ابسط حاجه شخصيه ليا انا بتخلي مودي مختلف تماما. بس صدقيني لو هدفع ال50 جنيه، لو هتدفعي ال50 جنيه في ان انتي تجيبي مج ولا تجيبي الاذكار دي، لا هاتي الاذكار، ساعتها هتبقى هي اولى. صدقيني هتتاجري مع ربنا وهتذكرك بالاذكار، ودي حاجه مهمه جدا. على فكره التعود على اذكار الصباح والمساء دي بجد حاجه تحفه بجد. حاولي تعودي عليها، هتفرق معاكي كتير جدا نفسيا ومعنويا وماديا وكل حاجه، والله بجد مريحه جدا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي. لغايه دلوقتي بتتفرجي معايا وما بتصليش على النبي؟ صلي على النبي بقى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موصي جدا بيها، فحاولوا يا جماعة، حاولوا يا حلوين يا أمارات يا ستات في البيوت القمر، حاولي تحافظي عليها بكل الطرق. المهم نرجع لمرجوعنا الأساسي، المواعين والرغاوي والحاجات الحلوة زي الجميلة دي اللي بتخلينا عندنا يعني طاقة وباور رهيب. المهم أنا عملت زي ما انتوا عايزين اهو. في ناس بعتت لي المرة اللي فاتت، من مرتين فاتوا تقريبا، الفيديو اللي قبل اللي فات كنت مصورة فيه مواعين برضو تقريبا، او اللي فات مش فاكرة والله امني فيديو. المهم فبعتولي ان هم عايزين ما تسرعيش غسيل المواعين. فانا طبعا عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل عليكم قوي فبسرعه، ان المواعين لوحدها بتاخد لها تلت ساعة، نص ساعة، ساعة الا تلت، على حسب كميتها يعني في التصوير. فدي مدة كبيرة ان انا اسيبها لوحدها، يعني اسيب 20 دقيقة ولا 25 دقيقة مواعين بس. انا ما عملتش حاجة تانية في الفيديو كده، لما انا الفيديو بتاعي بيبقى ماكسيموم 20 22 23 دقيقة، ده لو انا طولت اوي. فاهمين قصدي؟ فانا ببقى عايزه منتج بحيث ان هو ما يبقاش طويل قوي عليكم. فاهمين قصدي؟ بس انا حاولت الفيديو ده ان انا امسك العصايه من النص زي ما بتقول، ومنتجت الفيديو في مده قليله. سرعت في حاجات وقللت السرعه في حاجات، فانا قللتها لكم في المواعين اهو بناء على رغبتكم وطلباتكم اوامر يا فندم. انت حبايبي وانا احب اساعدكم، وزي ما انتوا بتسعدوني بكلامكم اللي بتبعتولي على الخاص، وربنا يخليكم ليا بجد. شكرا قوي ليكم والله العظيم، انتوا فعلا بركه في حياتي. ساعديني بقى، متنسيش اللايك، دي اهم حاجه. لايك لايك لايك، انا اقولها لك اهو زي ما كانت رضوى الشربيني بتقول بلوك بلوك بلوك، انا بقول لك لايك لايك لايك، مش عايزه حاجه تانية اكتر من كده. المهم فانا معاكم بقى في الفيديو هنا. لحد الوقت الحالي ما كانش حصلت الكارثه اللي حصلت في بيتي. لحد دلوقتي انا بشتغل عادي جدا وبصور الفيديو معاكم وانا هاديه والدنيا تمام، والغساله بتغسل وانا بغسل مواعين وهعمل فطاري وكل حاجه زي الفل حلو، وماشيه الدنيا بروقان والله، ولا كان في اي حاجه في دماغ الواحد ولا اي حاجه خالص. وعامه يعني هو اي حاجه بتحصل ده ربنا بيبقى مقدر لها يعني وقتها، ومقدر لها يعني قدرها ليه، دي حاجة يعلمها ربنا يعني. المهم اللي حصل لي يعني ولا يسر عدو ولا حبيب، يعني مش قادرة اقول لكم التوقيت
توقيت الوقت نفسه اللي حصل فيه ده الحدث ده، والحدث نفسه يعني الموقف نفسه يعني لا أحسد عليه. يعني أنا لو حد بيدعي عليا مش هيحصل لي كده في الأيام دي بجد والله العظيم، مش قادرة أقول لكم أنا كنت عاملة إزاي. المهم زي ما انتم شايفين معايا كده، تغسلي سجاد يا امان. بغسل سجاد في الايام دي يا امان. في الايام دي يا امان الجو برد، انت ازاي تعملي حاجه زي دي؟ اعمل ايه يا ولاد؟ اعمل ايه واروح فين واجي منين؟ المضطر بيركب الصعب. انا مش ركبت الصعب الطياره ده، انا ركبته بصاروخ. يعني انا الموقف اللي حصل لي اجبرني ان ده يحصل. ايه يا امان الموقف اللي حصل؟ بنتك ده لقت حاجه؟ لا. طب جوزك ده لقى حاجه؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ هقول لكم ايه اللي حصل. صلي على النبي في قلبك. بص يا ست الكل، انا كنت معاكم من شويه يا ولاد الحلال، عملت الغسيل في الغساله وغسلت المواعين، وكنت في امان الله هعمل الفطار وهفطر واظبط بعد كده بيتي واعمل غدايا والدنيا زي الفل. حلو كده، حلو كده. امال ايه اللي حصل وجرى يا ايمان خلاكي خدتي سجاد الشقه كلها كده تغسليه؟ هقولك يا ست الكل، مش الغساله كانت بتغسل؟ اه الغساله غسلت وهي بتغسل. انا مش قادر احكي الكلام من كتر ما مخي مش قادر يستوعب الموقف لغايه دلوقتي. الخرطوم بتاع الصرف خرج من مكانه مع حركه العصر بتاعه الغساله، فاهمين قصدي؟ بس انا كنت قبليها بكام يوم وانا برضو سبب كنت بمسح اوضه الغسيل، حركت الغسالة مسحت وراها كويس وظبطت الدنيا ورجعتها. فلما حركتها شلت الخرطوم وما رجعتوش بطوله كله زي ما يخش جوه ماسورة الصرف كلها، انا يا دوبك حطيته بس ونسيت بقى بعد كده ان انا اعدله يعني. فمع حركة العصر بتاعت الغسالة الخرطوم عشان مش داخل في مكانه صح اتحرك من مكانه وطلع، فاهمين قصدي؟ فتشال بقى. انا كنت مبسوطة اوي 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 اوي. فتخيلي الغسالة بتعصر وبتغسل وتعبي ميه وتصفي ميه وتعصر ميه وحاجه زي الفل كده في الشقه. خرطوم الصرف طلع من مكانه، فكل الميه اللي بتتعبى في الغساله بتنطلق في الشقه باكملها. اوضتي، اوضه بنتي، الليفنج، الطرقه، المطبخ، الحمام، تحت السراير. يعني مش قادره اقول لكم ان انا يعني موقف لا احسد عليه. في ايام بقى يعني جو برد جدا جدا فوق مما تتخيلوا. وطبعا يعني انا لما عزلت اكتوبر، واللي ساكن في اكتوبر عارف جو اكتوبر عامل ازاي، صعب جدا جدا، البرد فيه بجد اوفر. فانا بالنسبه لي يعني لا احسد على الموقف تماما، اقسم بالله لا احسد تماما. المهم اقول لكم بس هنا وهرجع اكمل لكم الموقف تاني. بصوا بقى، جردة الطبق ده طبق حياتي. يعني انا لما بكون هغسل سجاد في الطبيعي عندي في ايام الصيف، يعني في دخلة موسم في صيف الكلام ده كله، فببقى عامله الجردل ده. ما بعملش بقى فكره ان انا افرد السجاده وابلها واحط عليها مسحوق او صابون او مش عارفه ايه واغسلها، لا انا بعمل الجرد الطبق ده، بحط فيه، الطبق ده كبير جدا، بحط فيه حوالي مكيال او مكيالين اسمه ايه ده، مسحوق بودر اوكسي او باهي اي حاجه. حلو. وبروح احط حبه كلور واي نوع بيعمل ريحه، اي حاجه دوني مثلا، احط حاجه بالليمون اللي هي 5 في 1، اي حاجه تمام، فريده مثلا بالليمون اي حاجه، احط حبه كده غطا كده واملاه بقى كله ميه بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، وابتدي اخد بقى بالكوبايه او بالكوز او اي حاجه زي ما بتقولوها وادلق بقى على السجاده وادعك زي ما انتوا شايفين. انا قعدت بقى كده ومسكت السجاده. دي مشايه الطرقه، والله ما عارفه دي مشايه الطرقه ولا مشايه اوضه النوم، لان الاتنين شبه بعض، واحده صغيره وواحده عريضه، فالاتنين شبه بعض هتشوفوهم عامه يعني. تمام. بس لا دي تقريبا دي مشايه الطرقه دي الكبيره المهم يا ولاد، شفتوا بقى المنظر؟ السجاده ناشفه اهي، يعني مش ناشفه طبعا منديه، مش مبلوله زي الناحيه التانية. فباخد بقى بالكوس كده حبه ميه بصابون بالحاجات بكلور بكل حاجه، جردل المنفعلات بتاعي ده، وابتدي بقى امسك الفرشه وتخي طخي تخي طخ، وطلعت غلي كله فيها، كل الطاقه اللي كانت في جسمي طلعت في الموضوع ده. المهم بقى ايه اللي حصل، ان انا بعد ما لقيت الميه بالمنظر ده طبعا جريت شلت السجاد كله وبالمساحه بقى
اجر على الحمام من الاوضه، اخرج من الاوضه على الحمام، من الطرقه على الحمام، من المطبخ للحمام، كل الاماكن غرقت ميه. كلمت جوزي الله يبارك له، كان في الشغل، اتصلت بيه تعالى لي الحقني الشقه غرقت. ازاي؟ قلت له حصل واحد اتنين تلاته، تعالى لي بسرعه. كنت خلاص بقى بنهار بجد. جه الله يبارك له، شمر معايا وشيلنا بقى المراتب من تحت السراير، كله اتشال، الحاجة اللي انا شايلها تحت السراير وكله كله كله شيلنا كله، والملل وكل حاجة، ومسحنا ونشفنا وتحت التسريحة وكل حاجة كانت مية. انت متخيلين الموقف؟ بس. ونفس الكلام في أوضة أمينة وفي الليفينج وفي الريسبشن والمطبخ نفسه. يعني المطبخ نفسه شيلنا الحاجة اللي فيه كلها ومسحنا اللي حوالين منها. فانتوا متخيلين المنظر انا كنت عايشة في ايه، ولا كان الموقف حاصل ايه في الشقة؟ يعني عايزة حضراتكم بس تستوعب الفكرة وتقول لي ايه اللي حصل ده، كان ايه رأيهم فيه، ايه رأيكم فيه؟ بس. فالحمد لله يعني قدرنا نسيطر على الموقف ولمينا المية. طبعا السجاد كله مليان مية، والمية دي مطرح غسيل الهدوم، فنازله بقى ميه بالصابون وكلوريكس الوان وكده. فطبعا مش هينفع ان انا اخدها احطها على الحبل على طول تنشف وبعد كده افرشها. قلت يلا هي كده كده اتبلت، وبالمره بقى سجادة المطبخ رحت واخداهم بقى واحدة ورا التانية ورا التالتة اللي انا صورتهم معاكم، بتوع الاوض وبتوع الطرقة والمطبخ والحاجات دي كلها. بتوع الريسبشن سبتهم يتصفوا حبة، غسلتهم لوحدهم، اتنشروا تاني يوم لوحدهم. كنت مش قادرة بقى خلاص، جسمي هلك والله بجد. انا تعبت تعب في اليوم ده، ولو كنت قادرة اصور لكم الباقي كنت صورته لكم، بس ده الموقف اللي حصل. يعني ده اصلا الفيديو بتاعي ما كانش عبارة عن كده. يعني اللي انا كنت حاطاه في الحسبان ان انا هصوره معاكم ملوش علاقه بده خالص، لان الموقف ده حصل مفاجئ الصبح، يعني ما كانش ليه علاقه اصلا. فاهمين قصدي؟ بس الحمد لله يعني على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، والحمد لله ان هي جت في حاجه زي دي، ما مش حاجه اسوأ ومش حاجه في بنتي ولا في جوزي ولا في حياتنا. اللهم لك الحمد والشكر ان هي جت على قد كده. هي بس التوقيت بتاعها اللي صعب شوية في الشتاء، الجو برد وصعب ان انا اشيل سجاد الشقة كله يتغسل مرة واحدة. فالسيراميك طبعا مطلع علينا سقعة في كل حركة الشقة. فالحمد لله يعني انا سبتهم. بصوا هنا بعد ما اتغسلوا بقى، دول انا صورتهم معاكم. السجاجيد بتاعة الريسبشن الكبيرة سجادتين ما غسلتهمش معاكم، ما صورتهمش، صورتهم لوحدهم. المهم دول غسلتهم الاول، سبتهم يتصفوا عشان اوضه امينه والليفنج، ودول اساسي احنا بنقعد فيهم، عكس الريسبشن والمطبخ وكده انا بقف فيه. المهم سبتهم يتصفوا كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بعديها بساعة ساعتين كده لقيتهم بقى ان هم بدأوا ينزلوا مية في النص التحتاني بس، وفوق بقت مندية، يعني بدأت تصفي المية اللي فيها كله في الناحية اللي تحت. رحت عكساهم وشايلاهم في الطبق، ورحت خارجة بيهم على البلكونة بالليل في المنظر اللي انتوا شايفينه ده. قلت انشرهم بالليل يصفوا. الحمد لله اللي تحت مني مش عاملة منشر خارجي، عاملة منشر داخلي. فالحمد لله اللهم لك الحمد يعني، ان انا مش هضر حد. بس. فده كان المنظر اللي انتوا شفتوه بقى، فرشتهم بالمنظر ده كده على الحبال، وسبتهم بقى يتصفوا لحد الصبح اللي هو النهارده. هصورهم بقى فيديو معاكم وانا بحاول اشيلهم بس كده. ولو ما تنسيش بقى تدوسي لايك، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا احبابي.